اليوم إحنا قاعدين نقاطع ونوقف يم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وموقف الكويت العظيم اللي يشرف كل العرب. اليوم للأسف إن في مدرسة خاصة في الكويت بريطانية عيالي يدرسون فيها، يوم الأربعاء اللي صار إن أستاذ بريطاني قطع أعلام فلسطين قدام اليهال بالفرصة مالتهم وقطها بالزبالة، واليهال شافوا هالموقف وأجبر طالبة بالصف إنها تقط الكوفية وتشيلها وتقطها بالزبالة، وإلا راح يقطها هي بعد بالزبالة. والعلم اللي عنده بالصف قال له حق الطالب تشيل العلم وتقطها بالزبالة. ولما صوروا عيالي ردوا البيت يبكون على اللي صار، إن اليهال قاعدين يذبحون ويقتلونهم في إسرائيل من غير ذنب، وقالوا بننشر فيديو عن اللي صار ويانا. ونشرت الفيديو ثاني يوم اتصال من الصبح من المدرسة نفسها تهددني وأنا مواطنة وبديرتي والشعب كله والكويت كلها واقفة مع القضية الفلسطينية، إن بيرفعون علي قضية إذا تم نشر الفيديو أكثر من مكان وبالتواصل الاجتماعي. للأسف إن هم بريطانيين قاعدين نتكلم عنهم، احنا قاعدين نقاطع المدارس الخاصة اللي حطينا فيها عيالها، قاعدة تسمم أفكارهم للأسف، وقاعدة تحط أفكار مو صحيحة في عيالنا، ويابون يدمرون اللي احنا قاعدين نزرعها فيه. ولما نتكلم يهددوننا أهمة البريطانيين والأمريكان والأجانب، إن أهمة يخلونا ما نتكلم ولا نتحكى بديرتنا. أنا مواطنة كويتية وهذول عيالي أمريكان، لكن هم أمريكان ويدعمون القضية الفلسطينية، وراح أخليهم هم يتكلمون ويقولون لكم اللي صار هما بالإنجليزي عشان يوصل حق الكل كلامهم. هذول أطفال وما يكذبون. تعالى What happened? Tell them. So in school on Wednesday we were sitting in break with our friends. Then we saw this teacher. He was ripping all the Palestine flags and throwing them in the garbage bin. Plus last week we had National Day, and then all the kids were saying free Palestine. And then there was this one teacher. He said that Arabs are so pathetic. We're so pathetic, and Palestine is so pathetic. يقولون إحنا العرب مثيرين للشفقة والفلسطينيين مثيرين للشفقة، واللي قاعدين نسويه يثير الشفقة. قاعدين يتمسخرون على اليهال ويبون يوقفون صوتهم وصوت الحق اللي لازم يوصل حق كل العالم. On Wednesday, he forced a girl to take off the kafia and put it in the trash can, or else he will put her in the trash can with the kafia too. And he forced the boy to take the Palestine flag off and put it in the trash can, or else he will put him and the flag in the trash can.